السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من القانون كما يجب أن يكون مع الأستاذ عمار حسيب على صفحته مكتب الأستاذ عمار حسيب للمحاماة والاستشارات القانونية. زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت في موضوع مهم جدا وهو دعاوى صحة التوقيع وما لها وما عليها، النهاردة هنتكلم في موضوع أهم ومهم جدا جدا جدا، وهو موضوع الساعة وصولات الأمانة أو جنح إيصالات الأمانة. ليه بنتكلم في الموضوع دوت؟ لأن أغلب تعاملات الناس التجارية كلها مبنية على دفاتر وصولات الأمانة والشيكات طبعا، بس النهاردة هنتكلم على وصولات الأمانة ومزاياها وعيوبها. ما هو وصل الأمانة أصلا؟ وصل الأمانة هو ورقة عرفية ممكن انت تكتبه بنفسك وممكن تشتريه من المكتبة، اللي هو الأزرق ولا الأخضر اللي انتوا عارفينه دوت. طب وصل الأمانة يتكون من 3 أطراف. انت خدت فلوس من واحد، لا شهادة تسلمها من واحد، فانت خدت مبلغ من المال من شخص عشان تسلمه لشخص تالت، فالمبلغ دوت انت ما سلمتوش للشخص التالت دوت واختلسته وخدته لنفسك، وهنا تدخل تحت جنحة التبديد وخيانة الأمانة. تمام. طبعا اغلب الناس في المعاملات التجاريه بيبقى ناس عليها فلوس، او في بعض العادات العرفيه بيبقى ناس بتكتب على ناس فلوس، فبيبقى الحل السريع هو وصل الامانه اللي هو بيضمن التعاملات والمعاملات بين البشر. تمام. في فرق بقى عايز اقوله، هو في فرق بين وصل الامانه المكتوب كامل ووصل الامانه اللي هو على بياض. طبعا الاقوى هو وصل الامانه الممتلئ من الكامل وبنفس الخط وبنفس القلم، وخصوصا من الشخص الموقع على الايصال. يعني الشخص اللي بيوقع على الايصال هو اللي بيكتب ويملى الوصل بالكامل، بيكتب كل الاطراف وبيوقع، والمبلغ كله بنفس خطه وبنفس القلم في نفس اللحظة اللي كتب فيها صلب الإيصال، هي نفس اللحظة اللي وقع فيها على الإيصال، ليكون له حقية قانونية ولا يتم النزاع على الصلب والتوقيع. أما الإيصال الذي يتم توقيعه على بياض في الغالب هو إيصال ضعيف وليس له حقية قانونية أمام القضاء، لأن أنت معنى أن أنت مضيت وصل على بياض وتم إثبات ذلك إذا طعنت بالتزوير على الصلب، فإذا ليس هناك معاملات مالية وليس هناك تسليم وتسلم، لأن إزاي أنا اديتك مبلغ عشان تسلمه والوصل أصلا على بياض؟ بيبقى في الغالب وبنسبة 99% الوصل اللي على بياض بياخد براءة، والوصل كمان اللي موقع صلبا وتوقيعا برضه هو كمان بياخد احتمال كبير ياخد براءة إذا تم إثبات انتفاء ركن التسليم والتسلم. لأن أساس الإيصال والوصل الأمانة هو إن أنت بتاخد فلوس من واحد تسلمها لواحد، فأنت خدتها لنفسك وما سلمتهاش. لكن القضاء والمحاكم دلوقتي تيقنت لنقطة مهمة جدا، إن بعض الوصولات بتتعمل كضمان مالي فقط، لكن مفيش فلوس اتاخدت اصلا، وبالتالي اذا تم اثبات وتم الدفع امام المحكمه بانتفاء ركن التسليم والتسلم وتيقنت المحكمه من هذا الدفع، اذا وانت مغمض هتاخد براءه في ايصال الامانه. اما بقى لو ما ثبتش كده فلازم يا اما تثبت ان انت اللي ما وقعتش على وصل الامانه وتتعب بالتزوير على التوقيع، او تتعب بالتزوير على الصلب اذا كنت انت اللي ما مليتش صلب الايصال. عقوبة وصل الأمانة إذا حكم القاضي هو الحد الأقصى ليها هي 3 سنوات. طبعا وصل الأمانة إذا ثبت إنه تم كتابته لأسباب غير شرعية وغير مشروعة مخالفة للقانون برضه بينتج عنه البراءة. ده حاجة. طبعا ده كل ما يخص وصل الأمانة. طبعا هو بيختلف عن الشيك في حاجة، إن الشيك يعتبر أقوى من وصل الأمانة، لأن الشيك يعتبر أداة وفاء منزه عن اللي مكتوب فيه. يعني العبرة في الموضوع بالنسبة للشيك هو التوقيع بتاعك ولا مش بتاعك. التوقيع بتاعك هتاخد حكم، التوقيع مش بتاعك هتاخد براءة. اما وصل الامانة فهو مرتبط بالمضمون، لانه هنا وصل اسمه خيانة ائتمان، هو 3 اشخاص. اما الشيك ده شيك بنكي بيرجع على كاتبه او اللي مصدره من البنك. لكن وصل الامانة 3 اشخاص، لو انت ما وصلتش الفلوس
للشخص الثالث، انت هنا بتعتبر خاين للامانه، وهناك خيانه ائتمان، ويتم الحكم عليك بالتبديد، وان اقصى عقوبه هي 3 سنين. يعني ممكن قاضي يدي سنه، وممكن قاضي يدي 6 شهور، وممكن قاضي يدي سنتين، لكن اقصى عقوبه هي 3 سنين. اما الشيك وتفاصيله ومواصفاته وليه هو اقوى من وصل الامانه، فدوت اللي هنقوله في حلقه قادمه وفيديو قادم. بس حبيت بس اوصل لكم فكره وصل الامانه ومزاياه وعيوبه، وامتى ياخد براءه وامتى ياخد حكم، وهو لو على بياض ايه وضعه، ولو مليان بالكامل ايه وضعه، ولو هو متسلم لشخص ثالث او مش متسلمش، او هو ضمان لمعاملات. ده كل المختصر المفيد لوصل الامانه. اتمنى اكون وصلت لكم المعلومه كامله، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.